السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد، وصفه جديده. اليوم جبت لكم احسن حلوه واسرع حلوه اللي ممكن توجدوها في دقائق، وإلا قلت في دقائق فهي بصح في دقائق، يعني ما كاملاش حتى نص ساعه كتوجد. بدون جينواز، بدون بيض، بدون كريمه، ساهله مهله، كتجي رائعه. غادي ندوزو نشوفوا المقادير والطريقه على بركه الله. كندوز نوجد الكريمه اللي غنستعمل. انا هنا غادي نستعمل الكريم شونتيي، درت جوج ديال الحكاك ديال الساشيات عفوا ديال الكريم شونتيي. هنا عندي 200 غرام ديال الشوكولا ابيض غيش. ممكن تستعملوا الشكلاط العادي اون غوباج، انا درت هذا شكلاط غيش. وعندي الحليب اللي ضروري يكون عندي الحليب بارد باش دغيا كطلع ليا هاد الكريمه هادي. بالنسبه للحليب غنستعمل نص سيترو. اول حاجه كناخذ هذوك الساشيات غنديرهم في الاناء اللي غادي نخدم فيه. عاد غادي نعبر الحليب غنستعمل نصف لتر، يعني كل ساشي كندير فيه 4 لتر ديال الحليب. وكنقولها وكنأكد الحليب يكون بارد باش دغيا كطلع لينا هاد الكريمه وكتجي واقفه. ضروري كتجي واقفه. انا كتعجبني انها كتجي شاده في راسها، صالحه للحشو، وتتعجبني حتى في الديكوراسيون ديال الحلويات كتجي زوينه، سيرتو الكاب كيك ولا هذا كتبقى شاده في راسها، يعني واخا نديبلاصاو بها وهذه كتبقى شاده في راسها. هي كنزيد عليها بعض التحسينات باش كتجي لذيذه. هي اصلا لذيذه، ولكن انا كيعجبني نزيد عليها بعض التحسينات. هنا من بعد ما طلعات غادي نضيف عليها هذا، كانتوما كتشوفوا كتجي واقفه. غنضيف عليها هذاك الشكلاط اللي انا درتو داب في حمام مريم ولا حمام مائي، وخليته يدفى شويه. واخا كيبان لكم الزلافه راه غير تحت ديالها باقي شاد سخونيه، خليته يدفى شويه. انا استعملت هاد النوعيه الشكلاط، هاد افريك كاكاو، يعني ماشي بزاف باش خرج، ولكن راه لذيذ. انا ذقته بوحدو راه لذيذ فعلا زوين. الثمن يعني بصراحه تنقول يمكن 80، ما بين 80 و 85، ما واصلش ل 90 درهم، وكنقول يمكن 80 ولا 85 درهم للكيلو. غادي نضيف هذاك الشكلاط وغادي نعاود نطرب الشكلاط، ما يكونش سخون باش ما ينزلش لينا الفوليوم ديال الكريمه ديالنا. صافي كنعاود نطرب حتى كتندمج العناصر، وغادي نحبس التطراب. غندوز دابا للمونطاج ديال الحلوه. كيف قلت لكم راه ما فيهاش، انا استعملت هذا البسكوي هذا، وغنستعمل حتى لي بودواغ. بالنسبه اولا ممكن ديروا لي بودواغ من الاول. بالنسبه للبسكوي خصني نسقيه. درت هنا الحليب والفاني. كناخذ الساحك اللي غنخدم به. كناخذ هذا السو غاطو اللي غادي نحط عليه من الاول. هانتوما كيف كتشوفوا غير كيقيس الحليب وكنحيدو، لان الا مشيت تخليته حتى فزق مزيان غيتفرتك ليا كله في الزلافه. بالنسبه لكم نتوما ممكن، انا في الاول راح خدامها هاد الساعه فاش كنخدمها راه الوحده ونص ديال الليل، يعني كنت شويه عيانه. ما هي نورمالمون من الاول خصكم ديروا جوج طبقات ديال البسكوي. انا في الطبقه الاولى درت غير طبقه واحده، ولكن في الطبقه الثانيه درت جوج طبقات كيف غتشوفوا معايا. كنكمل بهذا الشكل هذا. كنحاول نديرهم مقادين. غادي ندير طبقه ديال الكريمه، يعني تكون طبقه لا باس بها، يعني ما تجيش طبقه رقيقه. ممكن تنسمو باش ما بغيتو، يعني ما بغاش يدير الشكلاط غير يدير الشكلاط العادي. ممكن ديروا الماسكاربون، يعني ممكن تنسمو. نشوف نتوما باش ما بغيتو. انا فضلت هنا نخليها بالنسمه ديال الفاني وهذا. هنا خديت بيبيت شوكولا غيش. كذلك لكم الاختيار انكم ديروها معمره من الداخل، اما بدوك الفواكه المعسله، اولا ديروها معمره الا كانت غتكال في ديك الساعه، يعني واحد ساعتين ولا 3 سوايع وغتكال، ممكن تعمروها بالفريز اولا تعمروها بالفواكه. اما الا كانت غادا تبات او غتبقى وقت طويل، نهار كامل مثلا ولا هذا، من الاحسن لا. هنا غتشوفوني كنحط بعشوائيه، لان مازال غادي ندير الطبقه الثانيه ديال البسكوي. غادي نحاول نحط في البلايص اللي ما فيهمش البسكوي ديال في الطبقه الاول. نتمنى تكونوا فهمتوني. كيف قلت انا درت بيبي شوكولا، ممكن ديروا الكركاع، ممكن ديروا فواكه معسله، ممكن تعمروا باش ما بغيتو تعمروا بالشكلاط مقطع. شوفوا نتوما باش ما بغيتو، اولا ديروا الكولي ديال الفريز حتى هو كيجي زوين، لان بقاو دائما في لو تيم ديال الفريز، لان الحلوه كيف شفتوا مزوقه من الفوق
بالاحمر، يعني دائما غادي يكون النكهه اما ديال الفريز ولا ديال الفرامبواز. غادي نعاود نسرح فوق من هذوك الطبقات. اي بسكوي ناتوريل تستعملوه هنا. غادي ندير البودواغ، اما الا كنتو غديروا بسكوي هكا هذا بتي بور ولا اي بسكوي يكون هكا نوتر ديروه. كنتو باغيين ديروها بالشكلاط فكنديروا ديك الساعه البسكوي بالنكهه ديال الشوكولاط ونفس الكريمه، وكنزيدوا عليها غير الشوكولا اولا اما شوكولاته ديال الدهن اولا كنزيدوا عليها الشكلاط دايب عادي كالا ولا اي شكلاط كتستعملوا اولا شوكولا غيش اللي بغيتو. بالنسبه للطبقه اللي كندير فيها لي بودواغ اولا الا كنتو من الاول غتستعملوا لي بودواغ فكنخليها هذا طبقه واحده، ما كندير جوج طبقات ديال البسكوي لان لي بودواغ غلاضين شويه. ولا كنتو غديروا الحلوه بنكهه الشكلاط ف لي بودواغ اولا البسكوي ديالكم كدوزوه في هذا ماشي في الحليب ولكن كندوزوه في القهوه. هنا درتها في الثلاجه حتى شدات راسها حتى الصباح لان ماليها ما كانوش باغينها الوحده ونص الليل، ما كاينش اللي غادي يبغيها مع الوحده ونص الليل يعني كانوا ماليها باغينها حتى الصباح. درتها في الثلاجه. غادي نحيد هذا السيركل هذا وغنحاول نفيني دوك الجناب. بالنسبه للتزيين انا استعملت الكولي ديال الفواكه الحمراء، يعني ساهل باش تصيبوه. غنوريكم كيفاش صيبته. درت فيه الناباج تقريبا واحد نص كاس ولا كاس لاروب ديال الناباج، وزدت عليه النكهه ديال الفرامبواز. كنخلط مزيان وكنخليه فوق البوطه مع التحريك المستمر حتى كيولي سائل، تيبان ليا ولا جاري صافي. كنحيدو فوق البوطه وكنخليه حتى يدفى، يعني يولي مايل للبروده، لان الا برد بزاف غادي يشد في راسو غادي يجمد. هنا بالنسبه للتزيين درت الكريمه الشونتيي نيت، ما درت معها لا شكلاط لا والو. ممكن تضيفوا نتوما الشكلاط، هانتوما كتشوفوا كتجي قابطه راسها بلا شكلاط بلا والو. وغادي ناخذ هذاك الكولي ديال الاحمر اولا الصوص الحمراء. غنوريكم كيفاش كيكون القوام ديالها. نتوما هنا راه هي بدات كتبرد، حيت الا مشات حتى بردات تتولي صعيبه اننا نخدموا بها، يعني خصها تعاود تسخن، والا كانت سخونه بزاف غادا تذوب لينا الحلوه. ساهله. كاس لاروب ولا كاس على حساب الحلوه ديالكم قداش، كنديروا كميه من الناباج وكنزيدوا عليها النكهه وكنبقاو نحركوا حتى كنحصلوا على اللون المرغوب. انا درت النكهه ديال الفرامبواز اولا ديال الحب الملوك اولا ديال الفريز، المهم تكون حمراء. صافي بحال هكا نتوما كيف تشوفوا جات ساهله مهله، جات لذيذه والناس حماقوا عليها صراحه. هنا خديت حب الملوك لي كونفي عفوا وكنزوق، كندير ورده وورده لا كنحط فوق منها. التزيين كيبقى حسب الذوق. انا كيعجبني البيض مع الاحمر كيجي رائع، كيجي راقي بزاف. كنكمل ديما وحده ييه وحده لا. صافي جاو هما هذوك جاو قد قد. هذا هو الشكل النهائي ديالها. نتمنى تكون نالت الاعجاب ديالكم، نتمنىكم تجربوها وتردوا عليا، وما تنسوش تدعمونا بالتعاليق ديالكم واللايكات ديالكم والبارطاج. والى اللقاء ان شاء الله في وصفات قادمه باذن الله.